المغرب في كأس العالم الفرصة. تعرف تسوق الروح وتعرف تبيع المغرب. معناتها اليوم يلزم العالم العربي والدول الكل تتعلم من المغرب التسويق، لأن هي العملية كيفاش تبيع الشيء بتاعك الباهي. الصورة اليوم نحن فرانس معناها ويشرف على الوزارة هذه، وبالطبيعة نظافة برشا ناس ريت قالوا نظافة بالمناسبة. المغرب نظيفة مقارنة برشا بلدان أخرين، مقارنة بتونس خلينا نقولوها وغيرها. إن المغرب في صورة رائعة في احتفال الشعب المغربي والمغاربة الكل، وملك المغرب عاد إلى أرضه وإلى دياره. احتفالات غير مسبوقة بعد وصول المغرب للدور نصف نهائي كأس العالم، وصولها للمغرب كذلك البارح كان محضر تحضيرات بروتوكولية كبيرة. زياد ونجيب تونجيكم بعد. عبد الستار فما نقطة أنت تعرفها وهي نقطة البروتوكول اللي هو مهم، جلبت الانتباه، نظافة الشوارع بربي اللي يتفرجوا فينا من العالم أجمع على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، ولا مش بونتا متاع سيجارو. تفرج نظافة في الطريق للقصر الملكي وفي الدورة في السنتر فيل متاع المغرب. على العموم كانت منظمة، فما شوية شماريخ لكن عادي ما نحكيو على كرة. عبد الستار هذه يلزمها ناس متاع بروتوكول كاسحين. هو البروتوكول في المغرب عنده قيمة كبيرة من أصل الدنيا. داير يقولوا معناها البروتوكول لو بلو لور، معناها أكثر بروتوكول عنده قوي هو البروتوكول المغربي من عهد الله يرحمه جلالة الحسن الثاني، والبروتوكول وارثين معناها تعرف عندهم وزارة كاملة خاصة بالأمر هذا، معناها مش مدير بروتوكول، عندهم وزارة التشريفات والأوسمة والقصور الملكية، وزارة كاملة. وعادة الوزير يكون من أمراء، أمير من الأمراء. معناها آخر وزير كبير للوزارة هذه هو سان فرانس معناها ويشرف على الوزارة هذه. وبالطبيعة نظافة برشا ناس ريت قالوا نظافة بالمناسبة. المغرب نظيفة مقارنة برشا بلدان أخرين، مقارنة بتونس خلينا نقولوها وغيرها نظيفة. وما نحكيش على المدن الكبرى مثلا الرباط وكذا، نمشيو لتطوان، نمشيو شفشاون، نمشيو للمدن الصغيرة تشوفوا النظافة اللي موجودة فيها. ثم أنه الرباط هي المدينة الإدارية للتذكير، هي المدينة على العموم هي العاصمة الإدارية أقل كثافة سكانية مثلا من مقارنة بكازا. يعني ما هوش متصالح مع كل الجالية المغربية، لأنه احنا ركزنا برشا نحكيو عليه شوية بتفصيل، عاود نشوفوا الصور الجميلة. صحيح وأنه المغرب كونت مراكز، عملت مراكز تكوين وكل، لكن كذلك جزء كبير من الفريق المغربي يا اما مولود في اسبانيا ولا مولود في بلجيكا ولا مولود في هولندا ولا فرنسا، هذيك بطبيعة الحال. وقت الانتصار هذا الكل تنسى بالطبيعة، لأنه العلم بتاع المغرب ومعناتها وبار معناتها التطور الفني وهما لعبوا بالجرينتا معناتها والشعب المغربي حس بيه الشيء هذا، معناتها لعبوا على ضربوا بالجرينتا. انا اللي لاحظته مراد اللي المغرب تعرف تسوق الروح بالضبط. كانت يتذكر المستمعين الكل فك الوليد اللي تحت في الحفره ذيك، والناس كل العالم الكل تقريبا يستنى متى الطفل وها وصلت له الانقاذ ما وصلت لهش وكذا. مرة أخرى المغرب في كأس العالم الفرصة. تعرف تسوق الروح وتعرف تبيع المغرب. معناتها اليوم يلزم العالم العربي والدول الكل تتعلم من المغرب التسويق، لأن هي العملية كيفاش تبيع الشيء بتاعك الباهي. الصورة اليوم نحن في البلاتو بتاعنا على نظافة شوارع المغرب، لولا الحدث والقرار الملك بتاع الاستقبال والبروتوكول العمل وكذا راهو هذا ما حكيناش. معناتها لهنا ترويج، لانه المغرب ماشيه في السياحه معناتها بلد سياحي بامتياز. اليوم المغرب مره اخرى تعرف تسوق الروح، يلزم نتعلموا الاكاديميه مراد في الاكاديميه تنرجع نحكيو عليها بعد. خلينا نقعدوا في البعد الاحتفالي. زياد مجلب الانتباه تقريبا الكل، نظافه شوارع، استقبال الملك للامهات نرجع نحكيهم بعد. وعندي نقطه مهمه جدا جلبت الانتباه مع عبد الستار ومعاكم، وشوفوا كنظافه معناها اغزر الصوره هذيك اللي يتفرجوا فينا نجم تكون في لندرا خذاوا الكار نتاع الانجليز، تحضير تنسيق وما يسمى بالبراند نيشن. معناها هذوما ناس يخدموا على الماركه البراند نتاع المغرب. أنا نحب نذكر أنه في المغرب عرش المكين عمره أكثر من 1200 عام.
وهو يحكم باستمرار في البلاد هذه. من اروع المشاهد. وحصل له ان اخطا، وحصل له كذلك انه راهو سجن معارضين وما كانش فما حريه تعبير. لا، ما باش ما نكونوش في الصوره، ما يقولوش علينا نسوقوا في صوره غير حقيقيه للمغرب. كاي نظام نتاع حكم وكاي فهمتني سلطه، لكن كمنظومه فهمتني حكم هو عرش مكين عمره اكثر من 1200 سنه. دوك من الطبيعي جدا انه تلقى عنده بروتوكول بهالرضاج هذا وبهالكفاءة هذه وبهالقدرة هذه. نحكي من هذه الزاوية. واحد. اثنين، الاستقبال اللي تم في القصر الملكي بالرباط للاعبين مع أمهاتهم، وتكريم الأمهات مع اللاعبين، والبروتوكول الذي حظيوا به بروتوكول بتاع استقبالات رسمية. ثم فرقة بتاع عزف ملكي كانت في استقبالهم في الباحة بتاع القصر، وكان في مقدمة المستقبلين الملك محمد السادس ولي العهد ابنه حسن، وكذلك شقيقه الأمير رشيد. 30 ثانية عبد الستار، فريمون 30 ثانية على القصر الملكي المغربي. القصر اللي صارت فيه قصر الرباط، هو واحد من القصور نتاع المدن الخمسة الملكية، خاطر لي فيلا امبيريال اللي تسميه، يعتبر قصر حديث بارابور للقصر فاس والا القصر مراكش. أحدث شوية لكن قديم، يعني بمعنى أنه يرجع على الأقل 300 سنة، كنقول حديثة عنده 300 سنة، في أجنحة جديدة جديد. وكنقول قصر الملكي حاجة طريفة جدا، راهو هو مركب كامل يحاط بسور كأني مدينة صغيرة. وللعلم أن ماضي 3 نتاع الصباح تنجم تشق حدائق القصر الملكي، تدخل بعد خاطر يجي في وسط البلاد في الرباط، مش تتعدى من أجدال إلى الجهة الأخرى من أحياء الرباط. محلول معناها محلول بين القصر بين الحدائق، محلول وتشق الحدائق نتاع القصر. ماكش تتعدى في القصر بيدو، الحدائق نتاع فما المدرسة المولوية وفما المخزن الشريف وفما برشا مؤسسات في القصر، بناءات في ثانية كبيرة تقول أنت بما فيهم القصر. فتشق الحديقة حدائق قصر تشقهم، حد ما يمنعك، فما العساس والحرس والامن وكل، اما تتعدى على روحك ما يقلقك حد. مراد في التصويره بتاع الامهات معناتها اللي هن نربطها بكاس العالم بقطر وترويج للحضاره العربيه الاسلاميه وجنرال معناتها، لان كان نشوف حتى في التصويره اللي فيها كلها تقريبا 99% من الامهات متدينات، معناتها لابسين الوحده، تبين معناتها الاصول العربيه الاسلاميه بتاعهم. اقل شويه خاطر الصوره على اليسار فما نساء بلاش حجاب ونقاب. تو الصوره نشوفوا فيها الاغلبيه معناتها الاغلبيه، ولهنا امتداد اللي عملته قطر في الافتتاح بتاع كاس العالم اللي عملت له قطر معناتها وترويج الثقافه العربيه. وتكمل كلامك، نجاح تام 100%. حتى البارح داير اللي يتبعوا اللاعبين المغاربه، حتى صوره قديمه صديقاتي معناها البنات قال كلوك محلاهم الاولاد نتاع المغاربه. لا جاو باش نقول لكم علاش، باش نجيك نقطتين على البروتوكول. اول حاجه دخلوا بسبادري، دخلوا بكوستيوم وسبادري اليطاليين اللي هي ولات حاجه معناها مقبوله، ما كانش يقابلوا الملك لبس كرافات، وهذا كانت فيه نقطه. والنقطه الاهم اللي لاحظوها اصدقاء من المغرب هو انه الملك لا طلب لا من الملاعبيه ولا من الامهات انه يبوسلوا يده، كلهم بسوا الكتف، انه ما بسوا، وفما حتى شكون ما بسش الكتف. شو المغزى عبد الستار؟ لا هو نقول لك، هو الله يذكره بالخير، ملي تولى العرش قال ما عادش لازمه، ولكن صارت، ولكن رينا الصور كي يمشي في زيارات سياسيه في بلدان المغرب. ما عادش لازمه، كانت وقت الحسن الثاني لازمه، ما عادش لازمه، بمعنى انه اللي قبل اليد بخاطره واللي ما قبلش هو يمد يده كما قال سيدي مصطفى، ما مدش يده، هو يمد يده يسلم، واللي يقلب اليد يطبس يبوسها باسه، اللي كب عليه معناه نقولوا احنا كبان معناه بوسان الكتف كب عليه، واللي صافح ومشى على روحه صافح ومشى على روحه، ما عادش يطالب معناه ما عادش فرض، معناه مش مفروضه. ولذا فما مع ناس معينه يفك يده، مع ناس يفك يده، معناه يجيو حتى يبوسوا له يده يفكها. والأنظمة الملكية جنرال كيما نروح محمد بن سلمان في السعودية ولا ملك المغرب، فما تطور في السلوكيات اون جنرال. معناتها محمد بن سلمان تطور، ما ماشي في تطور في بتاع السعودية. لهنا الملك بتاع المغرب زاد ماشي، لأن الدنيا بدلت وتطور وفهمني، وتو العالم الكل ولا قرية والعولمة وكذا. معناتها يعطيهم الصحة. معناتها شوف الفكرة اللي تروج بتاع
استقبال بامهات لانهم تقريبا متزوجين الملاعبين نسبة أي. كبيرة. معناتها اول مره في تاريخ يستقبل بامهات الأمهات. اللاعبين مش بالعائلات نتاع اللاعبين. آه، معناتها عندها زي- مغزى منها معناتها لترويجها. فهم كل شيء الملك، فهم وانه الانستغرام والانترنت الامهات نتاع الملاعبين ضربت الصوره، ضربت جابهم للقصر، لبس الكرافات، الرباط نظافه، تقول علينا في لندن نجاح مبهر، قوه اتصاليه، فريق اتصالي قوي. هذه القوة فهمتني وين؟ هو لأنه الفريق. مهما كانت عبقريته الشخص، المحيط. راهو قيمة الشخص هم في الناس اللي حوله والناس اللي معاه. وهذا من وقت الحسن الثاني. من الطبيعي جدا لما تنتدب أفضل الكفاءات وتحطهم فهمتي معاك باش يقدموا لك الإضافة ويعطوك الصورة والمكانة اللي ترتفع بيك. احنا نجحنا في يوم كان يوما حزينا وكان يوما كمان افتخرنا به. نعتبر انا اخر يوم نجحت فيه تونس باش تسوق صوره وكما العاده ما بنيناش عليها، اللي كانت يوم وفاة الباجي قايد سبسي والسيريمونية هذيك الرائعه اللي كانت رائعه 25 جويلية 2019. وطبعا ما بنيناش عليها بالضبط. الصوره هذيك قعدت يوم يتيم، واعطينا دليلا، وان كان طبعا يوم حزين لانه وفاه شخصيه سياسيه بارزه، ولكن اعطينا الدليل وقتها انه وقت اللي نحبه نعم. تونس نعم. تخرج نظيفه، ولا. تونس تخرج جميله، الاخراج التلفزي يكون جميل، التنظيم يكون محكم. علاش؟ خاطر وقتها كان ثم فريق، ولو حتى الفريق هذاك ما خدمش حاجه كبيره. مراد في التيكاد 10 ثواني في التيكاد معناتها كان نجاح باهر. النظافه اما اعطيني ابار النجاح، لانه ابار النجاح في الاتفاقات معناتها نحكي كجمال المدينه والنظافه بتاع المدينه وكذا، معناتها كي نحبوا نعملوا نعم. هي ما خرجناهيش الصوره، ما ظهرتش، ما عطاتش، ما تباعتش. حبيت نذكر انه مازلنا 21 ديسمبر 2022 في تونس معنا ولا صنبه واحده للحنبعل اللي هو اكبر ماركه في العالم واللي هو ولدنا، ولا العقبه بن نافع في القروان، ولا عنا بلاصه الانديك وين موجوده كارتاج، وهي اقوى براند ممكن في التاريخ. مع كارتاج كان نعملوا لها سون لوميير وسبيكتاكل صغير، شرشره فلوس على بلادنا الى، وهذه راهي مسؤوليه الناس كلها. من وقت بورقيبه ما كانش يحب، وبن علي ما كانش يحب، والباجي ما عمل حد شيء، واللي توا ما عملوا حد شيء. 10 ثواني كلمه انه اغلب المغاربه يقولوا من وقت رجوع محمد الخامس بالاستقلال 55 هذا اكبر حدث نظم كما يجب.